ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ دي طبعا اخر فيديو بقى في الباب الرابع. جمعت شوية اسئلة كده، هم اسئلة مهمة ونقدر نحلها على الباب الرابع علشان يبقى كده قفلناه ومفهوش ايه اي حاجة تاني. هي اسئلة امتحانات قديمة برضو، فالاسئلة هنا مهمة. فالفيديو هيكون فيه مثلا 15 سؤال ولا حاجة. هم اسئلة مهمة بس مش صعبة، ان شاء الله ايه نحاول نفهمهم مع بعض. فبص، عندنا أول سؤال بيقول لك: إذا تم استبدال الملف بآخر له نفس الطول ونفس مساحة المقطع ونفس المادة، ولكن له إيه ضعف عدد اللفات. بص، إحنا عندنا دايرة، بيقول لك إيه، هو عندنا فيها مقاومة وفيها قصدي فيها ملف ومقاومة ومكثف، فهو عايز الزد اتنين على الزد واحد. فأنا في أول حالة هجيب له الزد واحد. الزد واحد اللي هو إيه؟ اللي هو مديهالي، هجيب له على قائمة المقاومات، والاكس ال والاكس سي اللي هو مديهالي. فالزد بتساوي ايه؟ جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس اي سي كل تربيع. ده القانون اللي احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. تمام، هنعوض. هنشيل الار ونحط 20 تربيع زائد 20 ناقص 20 كل تربيع، ده هيكون بصفر. جذر ال20 تربيع هتطلع بايه؟ 20. يبقى كده الزد واحد طلعت بايه؟ ب20. طب ماشي، هجيب له الزد اتنين، اقول له نفس القانون. بس كده انا عندي هنا بيقول لي ايه؟ ان هو في الملف غيره بملف تاني ليه نفس الطول ونفس مساحة المقطع ونفس المادة، بس عدد لفات ايه؟ عدد لفات مختلف. طب بص، مش احنا عندنا الاكس ال؟ احنا قلنا الاكس ال بتساوي ايه؟ هي 2 باي اف ال، صح كده؟ طب ماشي، ال ال ده بيساوي ايه؟ احنا قلنا ال ال اللي هو ميو ان تربيع ايه على ايه؟ على ال ال. فانا بقول لك ان هو ليه نفس الطول ونفس المساحة ونفس المادة. يبقى الفرق كده ايه؟ في عدد اللفات. فهو بيقول لك انا ضاعفت عدد اللفات، فعدد اللفات بتاعي هيكون ان تربيع، فضعفه هيبقى ايه؟ 2 تربيع ب4. يبقى الاكس ال هتزيد 4 اضعاف، هي كانت ب20، يبقى الجديدة بكام؟ ب80. اللي هو 20 في 4 تبقى ب80. تمام كده، هاجي اعوض في القانون، هقول له 20 تربيع اللي هو قيمة المقاومة زائد الاكس ال الجديدة اللي هي 80 ناقص الاكس سي ب20، هتلاقيها طالعة معايا 20 جذر 10. هقسم زد اتنين على زد واحد، هلاقيها 20 جذر 10 على ال20 الترم على 20 هيفضل لي ايه؟ جذر 10. فكده في أول سؤال هو ايه؟ هو لعب على حتة ايه؟ إن هو عايز زد واحد وزد اتنين. زد واحد أنا هجيبها من القيم اللي هو مديها لي. طب زد اتنين؟ زد اتنين بعمل فيها ايه؟ هو بيقول لك غير لي، هو لعب في الاكس ال. لعب في الاكس ال عن طريق ايه؟ إن هو خلى الطول زي ما هو، مساحة المقطع زي ما هي، ونفس المادة، بس غير لي في عدد اللفات. فأنا بشوف الاكس ال بتتناسب ازاي مع ال n تربيع، وايه هلاقيها 2 تربيع ب4. يبقى انا كده ايه؟ زدت 4 اضعاف. 4 اضعاف وانا كنت ب20، يبقى انا ايه؟ 4 في 20 ب80. تمام، يبقى كده ده اول سؤال، وكنا قايلين الملحوظة دي في الايه؟ في الفيديوهات اللي فاتت. تمام، نيجي عند تاني سؤال. هو بيقول لك عايز النسبة ما بين المفاعلة الحسية عند غلق كي واحد والمفاعلة الحسية عند غلق كي اتنين. أول حاجة المقفل كي واحد. طب المقفل كي واحد، المقفل ده كده هلاقي ان الاكس ال دي والاكس ال دي توازي مع بعض. احنا قلنا بنتعامل في الاكس الات زي المقاومة، فهتبقى نقسمهم على الاتنين، يبقى اكس ال على الاتنين. تمام كده. بعد كده هلاقي دي ودي ليهم نفس البداية وليهم نفس النهاية، فيبقوا توازي مع بعض، فهتبقى اكس ال. تمام كده، هجمعهم مع بعض اكس ال التوتال، يبقى ادي كده نص اكس ال وادي كده اكس ال، يبقوا 3 على الاتنين اكس ال. يبقى كده اما اقفل كي واحد بلاقي ايه؟ ب3 على الاتنين اكس ال. تمام. نيجي ايه؟ نيجي لتاني حاجة اللي هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اما اقفل كي اتنين. طب اما اجي اقفل كي اتنين، اول حاجة اما اقفل كي اتنين ده يعدي هنا، ده مفتاح سلك مفتوح فماليش دعوة فيه، مش هبص عليه، فامشي كده كده. تمام، هاجي هنا، ده سلك فاضي، هل هاخد دول توازي؟ لا. ليه لا؟ بص، انا مش كده لقيت سلك فاضي فهعدي فيه، فولا هعدي هنا ولا هعدي هنا. فاول ما اشوف اهو، بص هو هنا جايبها لي اهو، اول ما اشوف سلك فاضي فخلاص هعدي فيه، ويبقى ده اتلغى وده اتلغى، فيبقى مش هيبقى فيها غير ايه؟ اكس ال واحده بس، يبقى كل ده اتلغى. يبقى انا مشيت كده، رحت ماشي كده كده ورحت راجع ايه تاني. فده وده مش هشوفهم عشان فينا سلك فاضي، فالمقفل كاتنين يبقى الاكس ال هتبقى باكس ال واحده. تمام، هقسم بقى اكس ال واحد اللي هي 3 على 2 اكس ال على الاكس ال، فالاكس ال هترمي على الاكس ال، يفضل لي ايه؟ 3 على 2.
تمام كده. فده سؤال مهم برضو، ان هو ازاي اتعامل اما في مفتاح يكون مقفول والتاني مفتوح، او ده مفتوح وده مقفول. فسؤال مهم جدا وكان كويس يعني. نيجي هنا، بيقول لي احنا عندنا جهد متردد، فهو عايز يحسب هنا ال V. طب انا هحسب له ايه؟ عايز يحسب ال V الكلية، هحسبها له ازاي؟ انا عارف ان ال V هي ال I في ال XL. تمام كده. طب انا عايز اجيب له الاي الاول. طب اجيب له الاي ازاي؟ بص، هنا ده عندي 4/10 وده 2/10، اما اجمعهم مع بعض على التوالي هيدوني كام؟ 6/10. وهنا 2/10 و1/10، اما اجمعهم مع بعض هيدوني كام؟ 3/10. مش وانا قلت بقول لك ان في تيار ماشي هنا 2/10، مش ده 6/10 وده 3/10، يبقى التيار اللي هنا ضعف اللي فوق، ده بتاعت الباب الأول. فأدام ماشي هنا 2/10 يبقى ماشي هنا كام؟ 4/10. تمام كده. طب أنا عايز أجيب التيار الكلي. أنا ده قانون كيرشوف الأول، اللي هو هنيجي عند النقطة دي، اللي خارج هو ال2/10 زائد ال4/10. طب وايه اللي داخل؟ ده اللي انا عايز اعرفه، اللي هو الاي. هلاقيه ب6/10، يبقى انا كده جبت الاي الكلي ب6/10. يبقى كده ناقص لي ايه؟ الاكس ال الكلية. تمام. مش انا بقول لك دي 6/10 ودي 3/10، يبقى ناخدهم توازي ايه مع بعض. ال الكلية هيبقى 6/10 في 3/10 على 3/10 زي 6/10، يبقى واحد ايه على الخمسة. يبقى الاكس ال بتساوي ايه؟ هي 2 باي اف ال. هيبقى 2 في الباي، الاف هو مدالي ب 500 على الباي، في ال الكلية أنا جايبها ب1/5، يبقى الإكس إل هي ب200. يبقى أنا كده هضرب الفي، أقول له الإكس إل في الأي اللي هي 200 في 6/10 ب120 إيه؟ 120 فولت. تمام كده. يبقى كده هي فكرة السؤال ده في إيه؟ إن أنا هشوف له التيار اللي ماشي هنا قد إيه عشان أعرف أجيب التيار الكلي. طب هعرف التيار اللي هنا ماشي هنا قد إيه إزاي؟ أما أشوف لقيت إن يعتبر الإكس إل اللي فوق قد الإكس إل اللي تحت، يبقى التيار اللي فوق نص التيار اللي تحت. بس كده، وجبت التيار الكلي وجبت الاكس ال الكلية وزي الفل. تمام. هنا بيقول لي اوجد المفاعلة الايه الحسية. يبقى انا همشي مع دول. اول حاجة، التلاتة دول متوصلين ايه توازي مع بعض، فهاخدهم. يبقى 6/10 على التلاتة، علشان ايه بقول مجموعهم على عددهم، يبقى 6/10 ايه على التلاتة. تمام كده. هيبقى ب2/10، هقول 2 في الباي في الاف اللي هي 100 على الباي في الاتنين ايه من 10. تمام. علشان دي اللات، فانا محتاج اجيب لها الاكس ال، يبقى اهو. تمام. يبقى عندي، وهنا بقى دي اكس ال واكس ال متوصلين توازي مع بعض، يبقى اخد ايه نصهم، يبقى ايه 20. تمام كده. يبقى بص بالراحة، انا عملت ايه؟ هبص هنا لقيت دي اكس ال دي، يبقى تمام. الاتنين متوصلين توازي مع بعض، فهتبقى 40 في 40 على 40 زائد ال40 هتديني كام؟ 20. تمام كده. يبقى هنا أول واحدة بكام؟ ب20. بعد كده هجيب له هاجي هنا دي اللات، يبقى أجيب له ال التوتال. مش أنا بعتبر دول متصلين زي المقاومات، تاخدهم توازي مع بعض. يبقى 6/10 على عددهم اللي هو 3 هيديني إيه؟ 2/10. طب أنا عايز أجيب الإكس ال بتاعتها، هيبقى 2 في الباي في الاف اللي هي ب100 على الباي في ال اللي هي بكام جبناها؟ ب2 ايه من 10، هلاقيها طالعة معايا ب40. يبقى هجمع 20 زائد 40 مجموعهم كلهم كام؟ 60. تمام كده. هاجي هنا بيقول لي هو عايز ايه؟ عايز زاوية الطور في الدايرة دي دايرة ايه؟ ار سي. يبقى بجيب زاوية الطور، بجيبها ازاي؟ هي شيفت تان سالب الاكس سي على ايه على الار. تمام. انا كده كده هو مديني الار ب40، يبقى انا محتاج اجيب له ايه الاكس سي. طب هجيب الاكس سي ازاي؟ هي هنا السي دي والسي دي متوصلين على التوازي، يبقى انا هاخدهم توالي. ليه خدتهم توالي؟ عشان انا عارف المكثف عكس المقاومه، يبقى هم متوصلين توازي، يبقى انا هاخدهم ايه توالي. يبقى 40 و40 هيبقوا ايه 80. يبقى انا عايز اجيب الاكس سي الكليه، هي 1 على الاتنين باي اف سي. 1/2 باي، الاف ب200 على باي، والسي بكام؟ ب80 في 10 أس سالب ايه؟ أس سالب ايه 6، عشان ده مايكرو. تمام. تطلع معايا ايه بالرقم ده؟ هاجي اعوض نيجاتيف سالب الاكس سي على الار، لا طلع معايا سالب 31 وربع على ال40، هتبقى بسالب 38 ايه درجة. خلي بالك في الاكس سي انا بحط سالب، في زاوية الطور بتاعت الار والسي انا بحط ايه سالب. تمام كده. تمام. بص هنا بيقول لك دايرة رنين اكس بها ملف حسه الذاتي ب2/10.
يبقى ده ال وسعة المكثف بتاعتها ب2/100، يبقى ده ايه السي. ودايرة تانية، دايرة رنين تانية معامل حس فيها ب4/10، وسعة المكثف بتاعتها بواحد ايه 1/10. يبقى عايز النسبة بين تردد الرنين في الدايرة الأولى على تردد الرنين في الدايرة التانية. بص هشتغل أول حاجة على الدايرة إكس، هقول له إيه إن الإف بتساوي 1/2 باي جذر ال سي. ده قانون إحنا عارفينه من الفيديوهات اللي فاتت. يبقى 1/2 باي جذر ال هنا بكام؟ ب2/10. السي بكام؟ ب2 برضو من 10 في 10 أس -6 عشان ده إيه مايكرو. هتديني إيه الرقم ده. هاجي عند الدايرة واي هقول له 1/2 باي جذر ال سي، هقول له 1/2 باي تحت الجذر بقى ال بكام؟ ب4/10. طب والسي بكام؟ ب1/10 في 10 أس -6. هلاقيها طالعة معايا إيه بالرقم ده. هقسم الاف الأولانية على الاف التانية، هلاقيها طالعة إيه 1/1. يبقى كده إيه النسبة بين التردد ده 1/1. يبقى أنا عملت إيه؟ أول حاجة هجيب التردد بتاع الدايرة الأولى اللي هو 1/2 باي جذر ال سي، وبعد كده إيه أعوض وهيطلع لي الرقم ده. هعمل برضو تحت نفس الكلام هتطلع ايه معايا. تمام. تعال السؤال ده برضو ايه مهم وحلو وفكرته حلوه. بيقول لك عند زيادة سعة المكثف في دايرة الرنين إلى الضعف، يبقى المكثف زاد إلى الضعف، وتقليل معامل الحس إلى التمن، فإن تردد الموجة. بص الإف بتساوي إيه؟ هي 1/2 باي جذر ال سي. تمام. انا بقول لك ان المكثف اهو هيبقى واحد، انا ليا دعوة ايه بالحاجة دي. هيبقى 1 على جذر المكثف زاد للضعف يبقى 2 في، ومعامل الحس قلل للتمن يبقى 1/8. هيبقى هتبقى ايه دي؟ هتدينا جذر ربع، جذر 1/4. خد لها الجذر هتبقى ايه نص. مقام المقام يطلع بسط، النص ده هيطلع ايه 2 فوق. يبقى كده التردد زاد ايه هيزداد للضعف، التردد هيزداد للضعف. تاني هنعيدها تاني وبكل بساطة اهو. بص هنعمل ايه. انا بيقول لك هنا المكثف زاد للضعف تمام كده، ومعامل الحس قلل التمن. يبقى انا اقول له ايه ان الاف بتساوي 1/2 باي جذر ال سي. هقوله بتساوي 1/2 باي جذر ال بكام؟ هو قل ب1/8. طب والسي زاد للضعف، يبقى تنزل دي، هيبقى هنا ايه في 4، هتبقى 1/2 باي، وفي هنا ايه نص، في هنا نص. تمام كده. مش المقام يطلع بسط، هتبقى النص ده يطلع فوق ايه بقى ب2، يبقى اشيل النص ده من هنا واحطه هنا ايه 2. يبقى كده اكن التردد ماله زاد للضعف. بس كده يبقى التردد ماله هيتضاعف. على ما اظن كده يا وضحت وسهله، ما فيهاش اي حاجه. هنيجي ايه لهنا. اول حاجه هو عايز الاكس سي ايه، هو عايز الاكس سي 3. دي اللي هي الاكس سي 3 دي انا عايزها. هنجيبها ازاي مع بعض؟ هنشوف هنجيبها ازاي. تمام كده. بص اول حاجه مش انا وهو مديني هنا مقاومه ب30، واميتر ايس تيار 2 امبير، وفي هنا ايه فرق جهد ب100 جذر 2. بس ده ايه في ماكسيموم، وانا ما بشتغلش على الفي ماكسيموم، بشتغل على ايه على الافكتيف. يبقى الفي بتساوي اجيب لها الافكتيف اللي هي 100 جذر 2 على الجذر 2 بتساوي 100. ده من الفصل اللي فات اللي هو الفصل الثالث. هيبقى ايه كده الفعالة بتساوي ايه 100. يبقى انا لو عايز اجيب له الزد الكلية، الزد الكلية بتساوي يا الفي على الاي. الفي بكام؟ ب100. طب والاي بكام؟ هو قايسها ب2 امبير اهي. يبقى الزد الكلية كده طلعت معايا بكام؟ ب50. يبقى كده الزد الكلية طلعت ب50. طب الزد الكلية بتساوي ايه؟ هي جذر ار تربيع زائد الاكس سي تربيع. هقول له 50 تربيع اللي هي الزد الكلية بتساوي الار بكام؟ هو الار هو قايل لي ب30، يبقى 30 تربيع زائد الاكس سي تربيع. هسيب الاكس سي ايه زي ما هي، هودي ال30 بعكس الاشارة، يبقى 50 تربيع ناقص 30 تربيع تحت الجذر. هتلاقي ان الاكس سي طلعت معايا ب40. يبقى كده الاكس سي بكام؟ ب40. ماشي. مش اللي فوق دي واللي فوق دي متوصلين توالي مع بعض، ودي اكس سي فاخدها ايه زي ما هي. هتقول لي طب ما احنا لسه في السؤال اللي قبليه انت قلت لي التوالي توازي والتوازي توالي. هقول لك لا، ده لو كانت سي يبقى التوالي توازي والتوازي توالي. ادام دي انا بقول لك ان هي اكس سي فخلاص هتعامل معاها زي المقاومه. 40 و40 هنزلهم ايه
80 والاكس سي دي هتنزل زي ما هي. دول ايه هيبقوا توازي مع بعض. 80 في اكس سي 3 على 80 زائد اكس سي ايه 3 بتساوي اللي هي الاكس سي الكلية اللي هي 40. تمام كده هي 40. هضرب مقص يبقى 80 اكس سي 3 اهي. 80 اكس سي 3 بيساوي 80 في 40 هتنزل زي ما هي. واكس سي 3 في 40 هتنزل 40 اكس سي 3. اودي دي بعكس الاشاره يبقى 40 اكس سي 3 بتساوي 3200. يبقى الاكس سي 3 بتساوي كام؟ 80 اوم. يبقى انا عملت ايه؟ اول حاجه بشوف بجيب له الزد الكليه. بعد ما اجيب له الزد الكليه بقى، طب بجيب الزد الكليه ازاي؟ بقول له ان هي الفي على الاي، بس انا بشتغل على الفي اللي هي الفعاله. فهقسم ال 100 جذر 2 دي على جذر 2 هتديني 100. يبقى 100 على التيار بكام؟ 2 امبير. يبقى 100 على 2 فيها ال 50. يبقى كده معايا الزد الكليه ب 50. يبقى اروح جاي عند الزد الكليه اقول دي دايره ايه؟ دي دايره فيها مقاومه وفيها مكثف، يبقى دايره ار سي. يبقى انا اقول له كده ايه؟ الزد بتساوي جذر ار تربيع زائد اكس سي ايه تربيع. هجيب له الاكس سي الكليه. بعد كده ايه؟ هروح اجيبها له ايه من هنا بقى. هلاقيها طالعه ايه معايا كده. على ما اظن السؤال ايه برضو واضح. تمام. بيقول لك عدد من ملفات الحس متماثله، يعني معاه ليهم نفس الاكس ال. يعني لو هم 10 فهم ليهم نفس الاكس ال. وصلت معا على التوالي مع مصدر متردد تردده 50 ايه على الباي. كانت المفاعلة الحسية الكلية ب 40 ايه اوم. يعني انا لو جيت وصلت لك قلت لك ادي ملف اتنين ومش عارف كام ملف تاني وصلتهم مع بعض، المفاعلة الكلية بتاعتهم بتكون ب 40. تمام كده. يبقى انا بقول له ايه؟ ان مش انا لو وصلت لك واحد واثنين وثلاثة مع بعض وهم ليهم نفس القيمة، فمثلا هروح قايل لك ايه؟ خلاص اخد قيمة واحدة فيهم في عددهم، يبقى الاكس ال في عددهم. يبقى انا هعمل هنا كده. يبقى الاكس ال الكلية بتساوي الاكس ال اللي انا معرفهاش في عددهم اللي انا برضو ايه معرفوش. يبقى انا هعمل ايه؟ اقول له الاكس ال الكلية هو قايل لي بكام؟ ب 40. يبقى انا اقول له 40 بيساوي اكس ال في عددهم. يبقى انا كده هجيب له ان ال n اللي هو العدد بيساوي ايه 40 على الاكس ال. تمام كده. يبقى خلينا بس حافظين دي وعارفينها دلوقتي. نكمل السؤال. بيقول لك وما وصلناهم على التوازي مع نفس المصدر كانت المفاعلة الكلية ليهم باتنين ايه ونص. تمام كده. يبقى انا لما اوصلهم على التوازي مع بعض اداني اتنين ونص. طب انا التوازي لو لهم نفس القيمة بعمل ايه؟ باخد قيمة واحدة على عددهم. يبقى الاكس ال على الان. يبقى اقول له اتنين ونص على الاكس ال على الان. يبقى بعمل ايه؟ يبقى كده الاكس ال بتساوي ايه؟ اتنين ونص ان اللي هو ايه؟ اضرب مقص. تمام كده. تمام. يبقى كده الاكس ال بتساوي اتنين ونص ايه ان. طب انا عندي الان بكام؟ هي ب40 على الاكس ال. يبقى اشيل الان دي واحط 40 على الاكس ال في اتنين ونص. الاكس ال هتتضرب هنا هتبقى اكس ال تربيع بتساوي اتنين ونص في 40 هتديني ايه 100. اخد هنا الجذر وهنا الجذر يبقى الاكس ال بكام؟ يبقى كده الاكس ال ب 10. كده الاكس ال بتاعتي بكام؟ ب 10. طب انا عايز اتاكد ان انا الاكس ال اللي جبتها دي ب 10 صح. هاجي هنا 40 على ال 10 فيها كام؟ فيها الأربعة. يبقى أنا كده عددهم بأربعة. هل لو أنا وصلت أربعة مع بعض هيديني 40؟ اه صح هيديني 40. طب هل لو أنا وصلت أربعة على التوازي مع بعض هيديني اتنين ونص؟ اه. هقول 10 على الأربعة هلاقيها بتساوي ايه؟ اتنين ونص. يبقى أنا كده ايه؟ اتأكدت إن أنا الإكس ال اللي أنا جبتها صح. طب أنا مش هنا أصلا في السؤال أنا مش عايز الإكس ال. أنا عايز الإيه؟ أنا عايز هنا بقول لك أنا عايز ال خلاص يا عم هتقول لي سهلة. ما هي الإكس ال أهو استنى. هتقول لي ايه؟ ما أنا عارف إن أنا عارف إن الاكس ال بيساوي ايه 2 باي اف ال. يبقى انا ايه عايز ال بس هقسم على الاتنين باي اف في الناحيتين. يبقى الاكس ال انا عندي بكام جبتها؟ ب10 على 2 باي الاف بكام؟ هو مدالي ب50 على الباي. هطير الباي مع الباي يبقى ايه؟ يبقى ال الواحدة بايه؟ 1/10. تمام كده. بس فعلى ما اظن كده ايه السؤال واضح والدنيا فيه زي الفل. تمام نخش على اللي بعده. هو خلاص فاضل يجي 3 اسئله كمان. ماشي. ده ملغي. مش في بس في غلطه فايه مش هنقوله. تمام. بيقول لك ايه عند غلق المفتاح كي اما اقفل المفتاح كي ده فان زاويه الطور مالها. اول حاجه انا دلوقتي لو عايز اجيب قبل الغلق هجيب قبل الغلق وبعد الغلق واشوف. فانا دلوقتي كان عندي فيها ار كان عندي فيها ال.
تمام كده. اما بيكون في ار وال زاويه الطول بتبقى مالها، يبقى زاويه الطول بتاعتي من اول الصفر، دي السيتا الفاي او السيتا، لحد الايه ال90. يبقى الزاويه بتاعتي بتكون من الصفر لحد ال90. لو فيها ايه؟ لو فيها ال. طب انا دلوقتي اما بقول لك هقفل الكي ده، يعني ده بقى سلك فاضي، يعني دي ما بقاش ليها اي لازمه، الطياره هيمشي كده ويجي كده، بقى دايره فيها مقاومه بس. طب لما بيكون فيها مقاومه بس، زاويه الطول بتاعتي بتكون بكام؟ زاويه الطول بتاعتي بتكون بزيرو. يبقى انا كده زاويه الطول مالها هتقل. شفت سهل ازاي؟ ما فيهاش اي حاجه. تاني هنعيدها مع بعض على طول، ما فيهاش اي حاجه. بص انا بقول لك ايه، دايره فيها مقاومه وملف حس، قبل الغلق وبعد الغلق. عايزين نشوف بعد ما نقفل المفتاح ده ايه اللي هيحصل. قبل ما نقفله زاويه الطول هتكون بكام؟ بقول له ان هي الاكس ال على الار، فالزاويه بتكون محصوره ما بين الصفر لحد ال90، فهي بيكون لها قيمه. هتقول مثلا يا عم هي بقت ايه ب45 مثلا. تمام. انا بعد ما قفلت المفتاح ده، ده بقى سلك فاضي، فالتيار هيعدي كده ويمشي في المقاومه ويرجع تاني، يبقى دي كده ما بقاش ليها اي لازمه. فاكنها بقت دايره مقاومه بس. واحنا قايلين في الفيديوهات اللي فاتت ان دايره المقاومه اللي هي الار، الزاويه بتاعتها بكام؟ زاويه الطول بتاعتها بزيرو. يبقى الزاويه كانت ب45، بعد كده بقت بصفر بعد ما قفلت المفتاح، يبقى زاويه الطول مالها تقل. تمام كده. نيجي على السؤال ده، بيقول لك عند قص ربع الملفات، لو يعني انا عندي ملف اهو، قصيت ربعه، قصيت الطول بتاعه، قصيت الربع، ووصلت التلات ارباع في الدايرة، فعايز عايز بقى يشوف ايه اللي هيحصل، تقل زاوية الطور ولا بمقدار الزوايا دي. هنشوف انهي زاوية. بص انا هشوف ايه، زي السؤال اللي فوق بالظبط، قبل الغلق وبعد الايه الغلق. طب قبل الغلق بقول له السي ده كان بكام؟ شيفت تان، هقول له شيفت تان الاكس ال اللي هي بار على الار اللي هي بار برضه، هيبقى الار هتطير مع الار اللي هي واحد، تان شيفت تان واحد ب45، يبقى انا كده الزاوية بتاعتي ب45. طب بعد ما اقص بقى، طب بص، انا الاول كنت بقول لك ان انا الاكس ال بتاعتي كانت بار، يبقى انا لما كنت ار كان طولي ال. طب اما بقى اما اكون تلات ارباع ار، تلات ارباع ال، هكون بكام؟ خلاص هكون بتلاتة على أربعة ايه ار. مش فاهم. طب استنى هوضحها لك. مش أنا عندي العلاقة ما بين، قلنا قبل كده العلاقة ما بين الإكس إل وهتبقى 2 باي اف. طب ال اللي هو ميو تربيع ان، ميو ان تربيع ال على ايه؟ ايه على ال. فالعلاقة ما بين الاكس ال والطول علاقة عكسية، كل ما ده يقل الاكس ال هتزيد، فالعلاقة ما بينهم ايه؟ علاقة عكسية. فهنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي انا قللت الطول. تمام. هو بيقول لي هنا ايه يا معلم؟ هو هنا قلل الطول، بيقول لك عند قص ربع الملف، هو قص ربع الملف، فالطول ايه؟ فالطول قل، فالمفروض المقاومة ايه؟ المقاومة هتزيد. اللي هو بص بيقول لك ايه، الار بتساوي اما انا بكون ار كان طولي ال. تمام كده. طب اما انا هكون قد ايه اما اكون تلات ارباع ال؟ هشوف بقى كنت قد ايه وهحسبها بقى، واجيب زاوية ايه، واجيب زاوية الطور، بس هتلاقي ايه طالعة معايا. لو مش فاهمها سيبها نحلها في الاخر ونتأكد منها. تمام. لا احنا هنخش على هنا الاول. هو بيقول لك عايز اللي يجيب هو بيقول لي الاكس سي واحد على الاكس سي اتنين باتنين على التلاتة. الاكس سي واحد على الاكس سي اتنين هو بيقول لي بكام؟ باتنين على التلاتة. فهو عايز يجيب العلاقة ما بين السي واحد والسي اتنين. خلاص هنقول له ايه، هضرب هنا مقص الاول. تمام كده. يبقى اتنين اكس سي واحد، اتنين اكس سي اتنين بتساوي تلاتة اكس سي واحد اهي. بص هضرب مقص، التلاتة هتتضرب في الاكس سي واحد والاتنين هتتضرب في الاكس سي اتنين. تمام كده. هقول له تلاتة. طب الاكس سي واحد بتساوي كام؟ اكس سي واحد واحد على اتنين باي اف واحد سي واحد. الاف واحد هي باف، والسي واحد هتنزل زي ما هي سي واحد. طب اجي عند الدايرة التانية، اتنين في اكس سي اتنين اللي هي واحد على اتنين باي اف اتنين اكس سي اتنين. طب الاف اتنين بكام؟ باربعة اف، يبقى احط هنا اربعة اف، والسي اتنين هتنزل سي اتنين زي ما هي. الاف هطيرها مع الاف، والاتنين باي مع الاتنين باي، هيفضل لي هنا تلاتة على السي واحد، وهنا اتنين على الاربعة سي اتنين.
تمام كده. هضرب ايه مقص، هيبقى 2 سي واحد بتساوي 3 في 4 ب12 سي 2. انا عايز السي واحد على السي 2 هقسم، بس هتطلع ايه 6 على الواحد. على فكرة دي أسئلة امتحانات قديمة فنركز فيها، ولو مش مفوق كده قوم مفوق واظبط دنيتك علشان ايه نكون مصحصحين للأسئلة دي ونفهمها جدا. يبقى أنا عملت إيه أهو من الأول تاني، أنا السؤال بحله وبعيد شرحه إيه في السريع علشان لو أنت ما كنتش متابع. تعال، أنا بقول لك أهو مديني العلاقة دي، الإكس سي واحد على الإكس سي اتنين بتساوي 2/3. وأنا بقول لك جيب لي إيه العلاقة ما بين السي واحد والسي إيه والسي اتنين. بص، أول حاجة هضرب مقص عشان أسهل على نفسي، يبقى الاتنين إكس سي اتنين بتساوي إيه 3 إكس سي واحد. تمام، فانا بقول لك 3 في الاكس سي واحد بكام؟ هي واحد على 2 باي اف سي اف واحد سي واحد. الاف واحد بكام؟ هي باف، والسي واحد هتنزل زي ما هي. هعمل برضو عند الاكس سي 2 كده وايه، وهطير الاتنين باي مع الاتنين باي والاف مع الاف، هيفضل لي هنا 3 على السي واحد وهنا 2 على 4 سي ايه سي 2. ممكن ماشي، يبقى 3 في 4 ب12 سي 2 وهنا 2 في 1 قصدي ب2 ايه سي واحد. عايز اجيب السي واحد على السي 2 هتبقى 12 على الستة على 12 على الاتنين فيها ايه فيها الستة. تمام كده. تمام. بيقول لك عندما يتأخر التيار عن فرق الجهد في دايرة الار سي، اما التيار بيتأخر عن فرق الجهد بزاوية قياسها 60 درجة، فعايز الار على السي. طب بص، مش انا عندي ان تان سيتا بتساوي هي الاكس سي على الار؟ تمام، فانا هقول له تان 60 بتساوي الاكس سي على الار، فتان 60 اللي هي بجذر 3. طب والاكس سي على الار، هل انا عايز الاكس سي على الار ولا العكس؟ لا انا عايز العكس، اللي هي الار على الاكس سي. خلاص اشقلب دي تبقى واحد على جذر ايه 3، اللي هو الاختيار ده. تمام كده. بص هنا في دايرة الار ال سي في حالة الرنين، هو بص بيقول لك في حالة الرنين قيمة شدة التيار بتوقف على ايه؟ بتقف على المقاومة بس. ليه؟ مش احنا عارفين في حالة الرنين ان الاكس ال بتساوي الاكس سي، وانا كده اما بجيب المعوقة الكلية بقول ار تربيع زائد الاكس ال ناقص الاكس سي، فخلاص دي قد دي فهيطيروا بعض، فما لهمش ايه ما لهمش اي لازمه، فهي بتتوقف على قيمه الايه قيمه الار بس، فايه تتوقف على قيمه الار فقط. تمام. بيقول لك هنا عايز فرق الطور بين الاي ال والاي ار. بص هنا دي دايره ملف حس، فانا عارف في ملف الحس التيار بيتاخر عن فرق الجهد بزاويه قياسها 90 درجه، ودي دايره مقاومه، فالمقاومه التيار مش مع فرق الجهد. فانا مثلا لو انا اهو الفي ماشي كده، يبقى في دايره المقاومه التيار برضه هيمشي كده. طب في دايره يبقى كده ده ايه، ده الاي ار، وده كده هو الفي ار والفي ال. يبقى كده الاي ال هو ماشي تحت. يبقى كده ليه؟ عشان بتأخر ب90 درجة، فأنا بتأخر بإيه؟ ب90 درجة، فالفرق ما بينهم هيكون إيه؟ هيكون الاختيار ده. تمام كده؟ يبقى العلاقة ما بين الاي ال والاي ار إن التيار بتاع الاي ال بيتأخر بزاوية قياسها كام؟ بزاوية قياسها 90 إيه؟ 90 درجة. مش هتبقى دي معلش، بيبقى بيتأخر بزاوية كام؟ زاوية قياسها 90 درجة بس كده. تمام كده. فزي ما قلنا انا بشوف الفرق الجهدي بيكون ماشي كده، والتيار بتاعي ماشي معاه في نفس الطور، وبس التيار بتاع الاكس ال بايه بيتأخر، فالتيار هيبقى نازل لتحت. فانا ده الاي ار وده ايه الاي ال، فانا لو جيت بصيت مش هلاقيها هنا، فخلاص اكني ايه هطلع دي 90 درجة فوق واطلع دي 90 درجة فوق، فهلاقي ايه هلاقيها دي. تمام كده. دلوقتي هو عايز الايه عايز الزد الكلية، فانا اجيب له الزد الكلية ازاي؟ هي هنا دي دايرة ار ودي دايرة ال سي، دايرة ار ال سي، فانا عارف ان المعوقة الكلية جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي كل تربيع. ماشي، الار تربيع هتنزل ايه؟ هو مديني ان الار بكام؟ ب30، فاقول 30 تربيع. طب الاكس ال هي ب2 باي اف ال، يبقى 2 في الباي في الاف ب50. طب ال بكام؟ هي ب7 على ال22، هلاقيها طالعة معايا يعتبر ايه 100. تمام كده. طب اجيب الاكس سي، واحد على 2 باي اف ايه سي، يبقى واحد على الاتنين باي في الاف ب50 في السي، هتطلع هو مديهالي هنا تطلع معايا ب60. هطلع اعوض فوق، يبقى 30 تربيع زائد 100 ناقص 60
ب40، 40 تربيع، يبقى 30 تربيع زائد 40 تربيع هتطلع معايا كام؟ 50. يبقى انا كده جبت الزد الكلية ب50. هنا بقى ده اخر سؤال، ويبقى كده خلصنا. حلينا مع بعض شوية اسئلة مهمة، ان شاء الله كنا نقدر ايه في التكو. بيقول لك مكثف سعته 10 مايكرو، يبقى دي السي. وصل بمذبذب، يبقى دي الايه؟ دي الاف. هتقولي عرفت منين ان هي الاف؟ بص كاتب لك جنبها هرتز، فيبقى ده الايه؟ ده اف. فلو قوة دفعة كهربية عظمى يبقى مديني ال V بتساوي 5. عايز أقصى تيار، فأقصى تيار هو بيساوي إيه؟ هو ال V على ال XC. طب ال V بكام؟ ب5. طب ال XC هحسبها بكام؟ هي 1/2 باي FC. 1/2 الباي، ال F هتنزل ب1000، السي هتنزل ب10 مايكرو، وأنا مطلعها هنا أهو. هتلاقيها طالعة معايا ب15 وإيه؟ و9. أول 5/15 هتطلع معايا 0.31. يبقى كده ايه؟ كده وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله اكون اقدر افيدتكم وان شاء الله الفيديو ده اول ما الشخص اللي اديله الفيديوهات يرفعهم، هو ان شاء الله يرفعهم لكم علشان انا بس عندي امتحانات الفترة الجاية. فان شاء الله اول بقى ما اخلص امتحانات هظبط برضو معاكم فيديوهات تانية كتير. فادعوا لي ربنا يكرمني يطلعني مجبور الخاطر في الامتحانات دي. بالتوفيق يا شباب.